السلام عليكم. جبت طاسة العجانة وخليت بيها 8 كوابة من طحين الصفر وعليها رشة شكر، نص خاشوقة من الملح، خاشوقة من الخميرة الفورية، ورشة من حليب البودرة. ضروري هذا الحليب يتفاعل ويا الخميرة وينطينا نتيجة تجنن. طبعا للمي راح احتاج 3 كوابة متروسات من المي. طبعا انا هنا سويت كمية كبيرة، اذا سويتي نص الكمية قللي من المي. هنا نص كوب من الزيت، وكلهن خلط، يعني ما بيها خطوات السالفة، تخبطيها وبالعجانة أو بيدك إلى أن تتكون لك عند عجينة تجنن. بين ما نشوف عجينتنا ونفرغها كنا نصلي على محمد وآل محمد، وندعو بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ونستغفر رب العالمين ونتوب إليه ونحمده ونشكره على كل النعم اللي مالية حياتنا وحياتكم. وشوفوا لي العجينة شلون تجنن. حغلق عليها باي الجدرية لأن بها غلق محكم. راح أحتاج هنا كيلو من اللحم، يا حبذا لو دهين وغنم فشي. جبت لي 3 بصلايات حجمهن وسط، جبت هنا فلفل على طماطة على كرفس، ذني كلش ضروريات راح يطنكها للحشوة تجنن. طبعا لا نطبخها ولا أبد، شي على شي، ولا تخافون راح تطلع نتيجتها تجنن. وهنا همات كلها بمحضرة الطعام، ثرامته ناعم، بس الطماطة والفلفل الأخضر صراحة صفيتها بالميها ودرتها. تمام. والكرفس عادي ثرمته يدويا ودرته مباشرة، راح يعطي طعم طيب. خاشوقة كبيرة من الملح، خاشوقة من الفلفل الأحمر، وثوم باودر وكمون، بس هاي بهاراتي. طبعا ثوم باودر إذا ماكو خلوه سن ثوم برشو، كل شي يعطينا طعم طيب. وبس هاي مكونات الحشوة، راح أخلطها إلى أن تتجانس المكونات واللحم يختلط ويا الخضروات كل زين. بعدها نخليه على جهة بين ما العجينة مالتي اللي قبل شوية عجنتها وياكم تختمر. طبعا صادف بهذه الوصفة كهربان قطعت وما اجتي نهائيا الا بنهاية الفيديو، صورت لكم على ضوء المنور، تخيلوا. بس يعني مشت الامور. المهم تحملوني بين ما اشكلها. بنات هنا شوية من زيت الزيتون دهنت ايدي واخذت كل كرة راح اسوي لي قطعة من خبز محشي باللحم. فالشي بنات هاي يصيحوا لها المصريين حواوشي، العراقيين يصيحوا له فرافير لحم. طبعا هنا العجينة مر عليها طبعا 1.5 ساعة هيك شي. تدرون ليش؟ لأن انتظرت الكهرباء تجي ما جتي، بعدين قلت وين راح توصل العجينة، فبلشت بالظلمة. المهم يعني خليتها ترتاح 1.5 ساعة صراحة، بس هي ما تحتاج هالقد، بس يعني صارت نتيجتها كلش حلوة. المهم بنات بين ما أشكل، طبعا التشكيل كلش واضح، راح أحشيها باللحم. بين ما أشكل نحكي شوية. مثل ما تدرون أنا إن شاء الله مستمرة بسلسلة قصص الأنبياء، والحمد لله إحنا وصلنا والله وفقنا لقصة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا للتعاليم اللي بدأ ينشرها الإسلامية. طبعا حكينا عن بعض التعاليم، ووصلنا اليوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شلون تعامل مع النساء، مع زوجاته، مع بناته، وشنو الفرائض، وشلون وصل لهم الفرائض اللي الله عز وجل فرضها على النساء. بالإسلام الله عز وجل أراد أن يحافظ على المرأة ويحفظ كرامتها ويداريها، يعني مثل ما هيك نقول، فكرمها بهذه الفرائض. أحكي لكم تجربتي سابقا. أنا ما كنت أقتنع بشيء اسمه حجاب صراحة، يعني أقول ليش أنا بس أحجب نفسي، هو الرجل لا يباوع. لكن بعدين من قريت هذه الآية وعرفت أنه هي فرض علي وكلام من الله عز وجل يخاطبني به، فشلون أنا ما أقتنع به؟ لا أبدا. الآية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. شوي راح بنات نفصل بالآية حتى أبين لكم إياها. لأزواجك هاي الحكي يخص لزوجات النبي، وبناتك لبنات النبي. هنا ونساء المؤمنين. زين أني نساء المؤمنين، إذا أنا اختاريت أكون مؤمنة فالحكي يخصني، إذا ما اختاريت أكون مؤمنة فما راح أقتنع بالآية. فما دام احنا الحمد لله جميع المتابعين ان شاء الله مؤمنات فالحكي خصنا. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. الجلباب
يعني سيرش بسيط بالجوجل بحثوا شنو معنى الجلباب باللغة العربية. هو غطاء للرأس، بس شنو يكون أوسع من الخمار، يغطي المرأة من رأسها إلى باقي جسمها. وهذا الغرض اللي الله عز وجل حب يبينه عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الغرض، لذلك قلت لكم هي حماية وحفظ للمرأة وصيانتها. وهو نفس الجلباب، نفس معناه الخمار، نفس معناه الحجاب، ومذكور بالقرآن. الله عز وجل ذكره من السيدة مريم عليها السلام، اتخذت حجاب من دون الناس، بآية قرآنية مذكورة، فاتخذت من دونهم حجابا. يعني الحجاب هو حاجز بين شيئين، فهو هذا الله أراد عز وجل يبينه بأنه المرأة تحافظ على نفسها مهما كنت يا حلوة ما محجبة، كنا عادي تونا دا نتعلم زين، فما بها شيء. حاولي أن تركزين بكلام الله عز وجل أنه هو هدف حماية وحفظ للمرأة. بعد ما شكلتها بنات اعطيتها هاي التثقيبة بالشطل حتى تحافظ على شكلها، تبقى ما تبوط من تنشوي. هنا أنا صفار بيضاية ودرت شوية من الحليب مثل ما تشوفون، وخلطته خلط كلش قوي حتى أي زفرة ما تبقى بالبيض. وفشي طبعا مسحت الوجه بيها كله، كفت كل الكمية. هاي البيضاية كلش كافي، صفار البيض العفو مو بيضاية. تمام بنات. وبعدها أخليها بالفرن بنات، خليتها مدة 1.5 ساعة على درجة 180 بس تجوه، و5 دقائق هيك حمرت الفوق. راح تقولي لي اللحم خاف ما يستوي. لا بنات، استوى وطلع طعمه يجنن. شلون طعم الكباب شيش الشوي هيك صار طعمه. فالشي ورا ما طلع من الفرن باعوا الجمال، باعوا هاي التثقيبة خلته يحافظ على شكله، وصار خبز. بس خبزنا اليوم محشي باللحم يجنن ما شاء الله تبارك الله. شوفوا لي الكمية طلعت كبيرة، حتى الخبزة ترى كبيرة وهم ثخينة زين. فإذا سويتوا نص الكمية انتوا قللوا نص الكمية عادي. تمام بنات، شوفوا لي الجمال بين ما افتحه وياكم وتشوفوا لي اللحم شلون مستوي ويجنن. كنا نصلي على محمد وآل محمد سوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيباتي انتوا شوفوا الجمال، شوفوا داخلها. الله باعوا طبعا حارة تصم الصمت، انتظرتها طبعا تبرد ما قدرت. المهم شوفوا بنات باعوا، شوفوا الجمال شلون الحشوة تجنن. طبعا طعمها خيالي، سميت بسم الله وكلت منه، فالشي رهيب. بالنهاية بنات حبيباتي أتمنى تسامحوني على الاختفاء، بس كان امتحانات الأطفال. إن شاء الله التوفيق لأولادنا وأولادكم قادر يا كريم. واليوم جيتكم بفيديو يجنن وصفة حلوة، وأيضا تكملة قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي دا أحاول أنا بكل فيديو أوصل جميع الأوامر اللي أمرنا بيها، لأن هي كلها بيها خير. إن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. والرسول أمرنا بالحجاب، وطاعة الرسول واجبة بدليل الآية القرآنية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم. بالنهاية تحياتي لكم وياكم شيف منار، مع السلامة.